السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم، يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، وهي كفتة داوود باشا. بس مش هنخليها داوود باشا 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 يعني، هنخليها داوود باشا وزيادة شويتين. هنزود لها إضافات هقول لكم عليها بالظبط هتبقى ايه. يعني نص كيلو لحمة مفرومة، طبعا فيها نسبة دهن وزي ما انتم شايفين حضراتكم علشان ما تكشش منك، وكمان تبقى جوسي كده وطريه. لازم اللحمه المفرومه بتاعه الكفته تكون فيها دهن. لو حضرتك جايباها حمرا فرماها، ممكن تحط عليها قطعه ليا ضاني او قطعه دهن تفرميها عليها. تمام. معايا بصلايه كبيره مقطعه زي ما انتم شايفين حضراتكم، معايا قطعه فصوص ثوم كبار، معايا بقسماط، معايا خلطه كفته، معايا فلفل بقى للصينيه اللي هنعملها مع بعض، فلفل اخضر مقطع صغير، معايا شطه، معايا فلفل احمر. تمام. نعمل إيه في الكفته الاول؟ اول حاجه الكفته هاخد البصل والثوم وهروح على الخلاط، لا كبه ولا ببشوره ولا ببشره ولا اي حاجه. هقول لك تعملي فيه ايه. هروح اضربهم في ربع كوبايه ميه، وهرجع لحضرتك اقول لك نعمل ايه مع بعض. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين حضراتكم، انا حطيت البصل والثوم، وطبعا انا عايزه انعمه، قصدي ان انا اعمله في الخلاط، عشان كده حضرتك هتعملي في الكبه نعميه شويه. طيب شايفين حضراتكم ناعم خالص اهو اهو. تمام. ليه؟ عشان مش عايزه البصل فيها باين، انا عايزه البصل ناعم جدا. صدقوا في فص توم لسه ما اتفرمش قوي. طيب هقطعه مش مشكله التوم. المهم البصل، طبعا صفيت البصل اهو، خدت الميه بتاعته اهي. تمام. هحط بعد كده ايه لولو، وهحط خلطه الكفته. كيس خلطه كفته. بسم الله الرحمن الرحيم. حط شويه بقسماط عشان نكتر كده الدنيا شويه، والنص كيلو يكفي العيله كلها اهو. تمام. احط شويه فلفل اسود، وطبعا بالذات الكفته يا شباب محتاج حضراتكم بصوا زي ما انت شايفه كده اهو. حطيت فلفل اسود، ما بحبش اكتر البهارات على الكفته، وحطيت شويه ملح بساط، وضوء الملح وما تكتريش. تمام. هحط كمان ربع معلقه بيكنج باودر علشان تيجي ما تبقاش مكتومه وتبقى حلوه معاكي. هعجن بقى الكفته دي طبعا كويس قوي، وبعدين نرجع مع بعض نشوف شكلها هتبقى عامل ازاي. حطيت يا حبايبي صينيه على البوتاجاز، في قلبها معلقه سمنه، شويه زيت. شايفين حضراتكم الكفته اللي احنا عملناها مع بعض؟ شايفه النص كيلو عمل قد ايه؟ شايفين اهو، عمل طبق مليان، وكمان انا عامله حجم القطعه كبير مش صغير. تمام. هحط الصينيه على النار، فيها معلقه سمنه، شويه زيت اهو، لغايه ما يسخن خالص. استنى لما يسخن خالص. تمام. وهبدا انزل بالكفته. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بالراحه يا سمسم. اديلها كده تشويحه من كل الجهات، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. تمام. مش هقلب غير لما هي تاخد لون علشان ما تهرش منك. يعني حضرتك هتسيبيها كده شويه لما تاخد لون من تحت، وهنقلب واحده واحده لغايه ما تاخد لون من جميع الجهات. لسه طول ما هي مش عايزه تتقلب معاكي ما تحركيهاش اهو اهو، ما تحركيهاش اهو. بدات تاخد اهي لون من تحت. زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهي الكفته بتاعتي اهي خدت صدمه من جميع الجهات اهو. هبدا بقى اشيلها كده بالراحه بالراحه. لو لقيت واحده منها لازقه معاكي بالراحه خالص هتشيليها اهي. ويفضل ان انت تعمليها في صينيه تيفال، يعني بلاش الالومنيا دي لان هي فعلا بتلزق شويه في الالومنيا، بس احنا طبعا يعني مش هنديلها فرصه يعني. تمام. تعالوا بقى نعمل الصوص مع بعض. كده يا حبايبي خلاص نشلت الكفته. طبعا هنعمل في نفس الصينيه اللي احنا عاملين فيها الكفته، عشان برضو نستفيد من السمنه والزيت اللي احنا عملناه. طبعا هيديك طعم حلو جدا من الصوص اللي احنا هنعمله. نزلت بفصين توم مفرومين اهو،
نديلهم كده ريحه حلوه كده عشان تديكي للصينيه بتاعتنا طعم حلو وريحه حلوه. ان شاء الله هتعجبكم جدا وجربوها باذن الله هتعجبكم. او يا ريت لو حضراتكم خايفين من الحركه اللي هي بتلزق معاكي في الصينيه الالومنيا، لو صينيه تيفال يبقى افضل يعني. تمام تمام. شايفين حضراتكم كده هشوح التومه لغايه ما تصفر معايا تديكي كده ريحه حلوه. هنزل بيا بعد كده هنزل ان شاء الله بفلفل اخضر، قرن فلفل اخضر، قرن شطه، قرن فلفل احمر اهو. هنزل بيهم على الثوم، هديلهم كده تشويحه مع بعض حلوه كده. شايفين الحتت دي حته بصله كانت في البصل اللي احنا عملناه في الخليط بتاع اللحمه المفرومه بتاع الكفته، فطبعا استخسرت ارميهم بصراحه، قلت احطهم برده معايا في الخليط مش هيحصل لهم حاجه يعني. هقول عودي حضرتك على نفسك كده انت ما ترميش اي حاجه. تمام. هياخد تشويحه على السريع كده الفلفل. شكل الفلفل الشطه كده حراق. هنزل بطبق مشروب بطاطا نديلهم تشويحه مع بعض كده وانزل عليها شويه فلفل اسود ونرجع تاني مع بعض نشوف هنعمل ايه. شايفين كده يا بنات كده تمام جدا. حطيت عليها فلفل اسود، شوحت البطاطس شويه مع الفلفل والثوم. هنزل بعد كده بالكفته بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين حضراتكم اهي. نوزعها كده في الصينيه بحيث ان كل مكان يبقى فيه كفته اهو كده. تمام تمام جدا. بعد كده هنعمل ايه يا لولو؟ استنوا معايا. انزل عليها بعصير طماطم اهو، وهسيبها بقى تاخد وتدي مع بعض كده لما تستوي، وهرجع لك تاني اوريها لك ان شاء الله. شايفين يا حبايبي كده خلصت صينيه الكفته بتاعتي. شوفوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. ان شاء الله هتعجبكم قوي. اول ريحتها طالعه ايه تحفه. عملناها بمكونات بسيطه جدا وان شاء الله هتعجبكم. وكمان عملتها فوق البوتاجاز وما محتاجه فرن ولا اي حاجه. حابه حضرتك تحطيها في الفرن مفيش اي مشكله، مش حابه تعمليها زي ما انا عملتها كده تمام. ريحه البطاطس بقى بالكفته بحاجه صعبه جدا. ان شاء الله هتعجبكم. يا رب كلكم تكونوا بالف خير. محدش ينسى اللايك وتكون الفكرة عجبتكم بتاعت النهاردة، والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتكتبي لي كومنت حلو كده من حضرتك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.